المرحرة لكل من يتابعني ويضع بصمته في صفحتي. شكرا من القلب لكل من تابعني طيلة هذه الأيام باستمرار، وشكرا لمن يتابع بصمت أيضا. أهلا بكم أصدقائي الأوفياء. تشاهدون في هذا الفيديو الإعلام المصري تكرغل هو الآخر يتهم المغاربة وفوزي لقجع بأنهم السبب في الإهانة لنشيدهم الوطني، وأن الجماهير التي كانت في الملعب هم في الأساس مغاربة يرتدون أقمصة الإسبان. كما ستشاهدون الرعب الذي يسببه فوزي لقجع للإسبان، وخوفهم من أن يحرموا من أن ينظم نهائي كأس العالم ببلادهم. كذلك الإعلام الإفواري يفضح السنغاليين ويعري خستهم وذناءتهم. وفي الختام أصدقائي، لا تبخلوا على القناة بالاشتراك والإعجاب للفيديو، وإلى اللقاء في مناسبة أخرى. إلى الكاف ما خدتش اليوم قرار باش تعرض هذه القضية على المكتب التنفيذي، اعتبرني أنا شخصيا بأنني ما بقيتش في المكتب التنفيذي. Par contre, ce que les Sénégalais savaient, c'est qu'il y avait un recours. D'ailleurs, le Maroc a été dégoûté. Les Sénégalais ont fait la fête. En première instance, les Sénégalais ont fait la fête. La CAF était superbe. Après, à ce moment-là. Oui, après il y a cette décision. Ça pose le problème de rester attaché au texte. Pour l'instant, aucun communiqué de la Fédération sénégalaise ne dit par exemple que le Maroc n'est pas dans ses droits. Ils dénoncent quand même, ils dénoncent, ils ont pris, vous avez la dénonce. Oui, ils dénoncent. Ils font appel, le gouvernement a même réagi. Oui, Élysée a dit quelque chose qui m'a plu. Ouais. Et je suis d'accord avec son idée. Mais Christelle, si vous vous rappelez de cette finale, oui, nous tous ici, dans le contexte là, l'arbitre de ce match-là, il pourrait dire, c'est fini, le Maroc a gagné le match. Pourquoi pas, selon vous? Non, c'est impossible. Il ne pouvait pas le faire parce que le chaos qui allait suivre allait être plus grand que la sortie du terrain. Vous avez posé une question qui est très pertinente. Dans les tests, l'arbitre peut arrêter le match. Sauf que son patron, son réalisateur lui fait signe. Continue. Tu continues. Il continue. Parce qu'après tout, quand un match de football a lieu, quand on le récupère, quand il y a une crise concernant ce match, il faut des rapports. C'est ça. Sur le terrain, personne n'agit en même temps. Infantino ne peut pas venir dire sur le terrain, non, ne remettez pas les médailles. Le président de la CAF ne peut pas venir dire, non. On attend d'abord les rapports. Et le rapport de l'arbitre, dans le rapport de l'arbitre, il a mentionné tout ce qui s'est passé. Lui, il voulait arrêter le match. Le patron de la commission de la CAF lui a dit, il a dit quoi? Continue. Donc, lui, il se désengage. Lui, on peut lui reprocher son mauvais match. C'est le commissaire au match qui lui a demandé d'arrêter ou c'est qui? Le patron des arbitres de la CAF. استياء طبعا. كان في بعض الجماهير متاثره بما حدث في بطوله افريقيا في المغرب، فادى ذلك الى الاداء العنصري السيء من الجماهير. ايه علاقة اللي حصل في المغرب باللي حصل في ماتش مصر يعني؟ اكبر جالية في ألطم، اعمل ايه؟ اشق هدومي، اقطعها، اعمل ايه اكتر من اللي بقوله؟ استياء طبعا. كان في بعض الجماهير متاثره بما حدث في بطوله افريقيا في المغرب، فادى ذلك الى الاداء العنصري السيء من الجماهير الاسبانيه المعروفه. انا اسف، اللي هي الجماهير العنصريه. ايه علاقة اللي حصل في المغرب باللي حصل في ماتش مصر يعني؟ اكبر جاليه في اسبانيا هي الجاليه المغربيه، وبحكم طول التاريخ والعمل وبتاع، فمن بعض الجماهير كان في جماهير مغربيه. فبرضه عايزين نكرر ان اي حد يمثل بلده في اي بطوله خارج الوطن لازم يكون على قدر المسؤوليه. الكل بعض الناس او كل الناس متاثرين في المغرب، وبعض الجاليات في بعض الدول الاوروبيه. انا تابعت وحضرتك صحح لي ان حصل بيانات موجوده سريعه من رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، وطلع واتكلم النهارده، قال بيان طلع واتكلم وقال احنا ضد العنصريه واسبانيا. d'un coup
مخطئين إذا استمرينا باعتبار المغرب منتخبا من الدرجة الثانية، لأنه ومنذ وقت طويل لم يعد كذلك، لأنها جامعة طموحة وشرسة في استقطاب اللاعبين، لها وزن مؤسساتي وخارطة طريق واضحة. استعادوا كأس إفريقيا في المكاتب، وهو أمر شبه مستحيل. يراهنون بقوة على مونديال 2030، ربما حتى أكثر من إسبانيا. برهنوا أنك إذا غفلت يأخذون إبراهيم معهم. كانوا على وشك أن يأخذون تشافي وإنيستا معهم كذلك، الأول كمدرب والثاني كمدير رياضي. الأمر واضح بالنسبة لهم، لذلك موضوع تياغو بيتارت ليس بالأمر الهين. بيتارت ظاهرة، ترى ذلك في طريقة مشيه، في تعامله، وفي أمور وتفاصيل صغيرة. في مثل هذه الحالات كلما كنا سريعين سيكون الأمر أفضل، لأن بعد ذلك يأتي الندم ومقالات التأسف، وسنتساءل لماذا تأخرنا. هناك قرارات رياضية لا تخص سوى دي لا فوينتي، وقرارات أخرى يجب أن تكون جامعية. جعل اللاعب يحس بأنه مهم هو وأسرته ومحيطه. إسبانيا لا يمكنها أن تدير وجهها، خصوصا عندما تنافس جامعة تشتغل، تصر، تضغط، وهناك صواب، لأن الرسالة مهمة: المنادات، الاقتراب، العناية، وإعطاؤه الإحساس بأنك تعتمد عليه ليس هدية بل حماية لتراث كروي، وبيتارت يدخل في هذه الخانة. إذا سألتموني أقول لكم أنه يجب علينا أن نتحرك بسرعة، لأن بيتارت لاعب كبير والمغرب يأخذ الأمر بجد.